في قرية صغيرة في صعيد مصر كان في وحدة صحية قديمة اتقفلت من أكتر من 20 سنة بعد حادثة غريبة. المكان اتقفل رسمي، بس السكان فضلوا يحكوا عن حاجات مرعبة بتحصل جواها. نور بينور فجأة، أصوات عيال بتعيط، وأحيانا صوت دكاترة وممرضين مع إن المكان فاضي تماما. القصة الأشهر كانت بتاعت شاب اسمه كريم، كان بيشتغل في شركة صيانة، وجاله أمر من مجلس القرية إنه يروح الوحدة الصحية يصلح كابينة الكهرباء اللي فيها. كريم دخل المكان الساعة 5 المغرب، ومن أول لحظة حس إن في حاجة مش طبيعية. الهواء كان بارد بشكل غريب، والمكان ساكت موت. وهو بيقرب من أوضة الكشف سمع صوت دكتور بيقول المريض اللي بعده. كريم وقف مصدوم في المكان الفاضي. دخل الأوضة لقى سرير الكشف عليه علامة دم قديمة، ولما بص وراه شاف ممرضة لابسة أبيض واقفة بس ملامحها مش واضحة. اتجمد مكانه، والممرضة بصت له وقالت ليه جيت؟ احنا خلصنا شغلنا هنا من زمان. كريم جري بأقصى سرعة وخرج من الوحدة وهو بيترعش، ومن يومها ساب الشغل وسافر من البلد كلها. ناس كتير بعدها أكدوا إنهم سمعوا أصوات وشافوا حاجات بتتحرك جوه الوحدة، ومحدش بيقرب منها دلوقتي، خصوصا بعد المغرب.